السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ دلوقتي احنا الأرنبة دي اللي احنا بنعالجها من الجرب، اللي احنا بنعمل لها بالزيت العربيات المستعمل. طبعا ديلها اهو مطرح ما احنا كنا عاملين. طبعا انتوا شفتوه أول مرة كان عامل ازاي. اهو في تحسن بس برضه مش كبير. دي تالت مرة ان شاء الله هنعمل لها. ماشي. الرجول فيها تحسن كويس. هو الديل بس منه كان الجرب فيه جامد قوي، فعشان كده يعني ايه التحسن مش جامد. بس الرجول انا شايفه فيها تحسن كويس اهو. ماشي. والرجل دي برضو كويسه. هنا بقى اهو في حاجات بسيطه برضو اهي اهي موجود جرب برضو بس مش جامد. هنعمل اللي احنا قلنا ان الزيت ده بيتعمل 3 مرات. انا ما رضيتش اعمل كل يوم عشان ما تعبهاش، عشان برضو انا بحك جامد فيها وبالفرشه وكده فبتتعب. فانا ما رضيتش اعمل ال3 ايام ورا بعض. لا، بقيت افوت يوم واعمل يوم. انا عملت يوم من غير ما انتوا من غير ما اصور، وده تالت مره اعمل. فان شاء الله يا رب يكون بالشفا. ولما اعمل اما بعد يعني بعد بكره ان شاء الله هصورها لكم بعد تالت مره، يعني اشوف النتيجه ايه. نشوف النتيجه بتاعتها. طبعا انا كنت سامعه الفيديو ان عند حد يعني تاني ان الزيت ده بيضيع الجرب خالص، بس هي طبعا كانت متبهدله جامد، فممكن تحتاج كمان مره ولا مرتين دهان. فبرضه هنفضلوا ماشيين معاها ونشوفوا ايه اللي هيحصل. وعايزه اقول لكم برضو لو حد فيكم عنده حاجه فيها جرب وهو طبعا من غير ما ياخد باله اتعدى منها، لان هو طبعا الجرب بتاع الارانب بيعدينا احنا بني ادمين. لو ما لبسناش جلبزات كده فاحنا بنتعدى. الموضوع حله بسيط، بس ما تسيبوهوش برضو يكتر عندكم. تجيبوا مرهم كبريت من الصيدلية البشرية ليكوا انتوا، وتستحموا بصابونة كبريت، وتدهنوا بقى ايه المرهم ده للمناطق كلها اللي بتهرشوا فيها. ان شاء الله هيروح على طول. مش هياخد، مش محتاجة كشف ولا دكتور ولا اي حاجة. انتوا بس ادهنوا المرهم ده زي ما انا بقول لكم، ومفيش اي حاجة هتحصل وحشة. انا بصراحه جالي الموضوع ده اول مره مسكت الارنبه دي، وكان عندها جرب ودهنت لها. امسك يا معتز، امسك عشان ادهن رجليها وديلها. امسك من هنا انت. يا ريت ما تنسونيش في الشير والسبسكرايب. يا ريت اي حد يشوف الفيديو يعمل لي كومنت عشان القناه تنتشر وتكبر بيكو وليكو. انا بقول انا اول مره عملت الجرب للارنبه ما كنتش بقى عارفه، مسكتها من غير جرابزات واتعديت منها. وبصراحه كنت متبهدله، ما كنتش عارفه اعمل ايه، وكنت متبهدله جامد قوي. فرحت للصيدلي وسالته، الصيدلي البشري طبعا سالته اعمل ايه وكده. فاعطاني ايه، اعطاني صابونه كبريت وعلبة مرهم كبريت. طبعا ما دهنتش مرة واحدة، دهنت 3 4 مرات، والحمد لله راح على طول. فما تقلقوش. وبعدين اي حد عنده جرب ما يتعاملش مع الارنبة من غير جلبزات، عشان برضو ايه ما يتأذاش. الموضوع مقرف جدا وصعب جدا جدا. بصوا انا بقى ايه ادهن لها كده، عايزه اغرقها.
الموضوع ده كان اهمال مني برضو، انا ما كنتش واخده بالي من ان الجرب ياما قوي فيها كده، ما دورتش في الاماكن كلها. انا شفت اللي عند بقها بس وعند مناخيرها، وهو ده اللي انا اتعاملت معاه الاول وراح على طول، واتاري فيه بقى اماكن كتيره فيها وانا مش واخده بالي. فيا ريت كلكم تاخدوا بالكم من الموضوع ده، عشان الحاجه الارانب ما تبصش عندكم. في ناس بيقولوا ادهن عشان ما يجيش جرب عندك كل 10 كل كام، كل 3 شهور. غطس رجلين الارانب في الزيت ده من قدام ومن ورا، غطسها في الزيت ده كل 3 شهور، مش هيجيلهم جرب خالص. فان شاء الله تبقى كويسه، وهبقى اعمل لكم فيديو تاني اعرفكم فيه هي صحت ولا لا. ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.